معاكم دينا خلاف، لايف كوتش واخصائي ارشاد نفسي وممارس للبرمجه اللغويه العصبيه. تعالوا النهارده نقول ازاي ان انا ابدا سنه جديده. الفكره كلها مش انها سنه جديده، الفكره ازاي يكون عندي وعي ونضج وتكون سنه مختلفه، سنه اكون عندي وعي بيها انا بعمل ايه. طب عشان ابدا ادخل السنه الجديده لازم اول حاجه يكون عندك وعي ازاي تقفل السنه اللي انت فيها او السنه اللي هي ماضيه بالنسبه لك. ازاي ابدا ان انا اقفل السنه دي عشان افتح باب جديد ليا. مش الفكره ان انا بدات سنه معجزات، انا ببدا دلوقتي، يعني مش السنه اللي هتبهرني، انا اللي هبدا احط الاهداف بتاعتي وانا اللي هبهر نفسي من خلال اللي انا بعمله في السنه. فالفكره يا جماعه ما تنتظروش شيء من الخارج هو اللي يغيرك وهو اللي يديك الابهار او القوه او اي شيء انت منتظره. انت اللي بتبدا بالخطوات من نفسك من الان، انك تبدا تحط ملامح للسنه الجديده. فرقم واحد عشان ابدا ان انا اقول انا داخل سنه جديده، رقم واحد لازم تعمل مع نفسك، اقعد وامسك دفترك وقلمك واسال نفسك بوعي ازاي اقفل سنه 2025. اقفلها ازاي؟ تعال اقولك. اول حاجه لازم اسال نفسي اهم 3 اسئله. اول سؤال عندك، اهم 3 مكاسب انت كسبتهم من سنه 2025. انا كسبت حاجات، هاتلي 3 بس. انا كسبت نفسي لما قلت كلمه لا في وقت انا محتاجه اختار فيه نفسي. انا كسبت نفسي من خلال التحديات اللي واجهتني في 1 2 3. طلع 3 مكاسب انت كسبتهم في 2025. رقم 2، ايه اهم 3 دروس انت استفدتهم في 2025؟ اوعى تفتكر ان المشاكل اللي حصلت لك والتحديات الصعبه دي عدت كده. ارجع قول انا استفدت ايه، انا طلعت بايه. الفشل اللي حصل لي والعلاقه اللي صدمت فيها والناس اللي سابتني والناس اللي اذتني والناس اللي جرحتني، ايه اللي انا استفدته؟ ويبدا طلع اهم 3 دروس. رقم 3 والسؤال الثالث، ابدا اسال نفسك ايه اهم 3 حاجات محتاج اشيلهم ارميهم، مش هدخل بيهم 2026. في حاجات انا محتاج اتخلى عنها، في وجع وفي ألم وفي ناس معينة أذتني، محتاج إن أنا أتخلى عنهم وأسيبهم وانهي 2025 وانا سايبهم جوه 2025 عشان اطلع 2026. دي البدايه، اقفل السنه اللي فاتت اللي هي السنه الحاليه ل 2025 بوعي ونضج. دي اول خطوه. الخطوة التانية وخطوة مهمة جدا، تعالى معايا نحدد حاجة اسمها النية ونحدد حاجة اسمها الكلمة. النية دي عبارة عن شعور، اتجاه، قرار داخلي بينبع عندك من الداخل. دايما يقول ايه؟ لازم عشان اعمل اي حاجة لازم افعل النية بتاعته، انما الاعمال بالنيات. حط النية، والنية بتكون حاجة موجهة لقرارك اللي انت بتاخده من جواك. فاول حاجة ابدأ حط النية وبحطها بصيغة الان. انا انوي ان السنه دي تكون كذا. حط الهدف بتاعك، حط بكل سهوله ويسر باذن الله تعالى، امين. طيب حطيت النيه، حطيت الشعور بتاعك واتجاهك والقرار الداخلي. تعالى رقم 2، حط الكلمه، كلمه السنه. عايز السنه الكلمه بتاعتك تكون ايه؟ ممكن اتزان، ممكن قوه، ممكن حب الذات، ممكن حاجات كتير جدا. اختار كلمه. اختارها ازاي الكلمه دي؟ بناء على الالم اللي انت فيه والوجع اللي انت فيه او الحياه اللي انت عايز تغيرها. ممكن حياتي فيها فوضى شويه، فانا محتاج اختار الاتزان، ان انا اكون موازن زي حياتي. ممكن العلاقه اللي انا فيها غامضه قوي وتعبان فيها جدا، محتاج احط كلمه الوضوح. في حاجات كتير انت محتاج تغيرها. شوف الشيء اللي انت عايز تغيره اللي هو بالنسبه لك سلبي وحط كلمه توازي الايجابيه بتاعته. هنا انا اخترت النيه واخترت الكلمه عشان دي هنحتاجها بعد كده. لما بختار ده لازم اكتب ده. كل حاجة احنا بنقولها بنكتبها في الدفتر بتاعنا. طيب النية والكلمة هتفيدني بايه؟ كل قرار انا هاخده السنة دي، كل قرار، كل هدف حطيته قدامي، اسأل نفسك سؤالين مهمين. اول سؤال، ايه الكلمة اللي تعني الهدف ده؟ الكلمة اللي انا حاططها، طب الكلمة دي هتمشي مع الهدف ده او القرار ده، هيمشي مع الكلمة اللي انا حطيتها ولا ماشي ضده؟ يبقى اهم حاجة هسألها لنفسي في كل قرار انا باخده، هل القرار ده ماشي مع الكلمة ولا ماشي ضد الكلمة؟ لو أنا مختار الاتزان وفي علاقة بيكون فيها عدم توازن في حياتي بيها، فأنا محتاج يا إما أتخلى عن العلاقة فأنا اخترت الاتزان، يا إما أنا مكمل في العلاقة فأنا بخسر نفسي فمفيش توازن. فابدأ شوف أنت القرار اللي بتاخده والهدف اللي أنت حاطه بيخدم الكلمة بتاعتك ولا لأ.
تعالى بقى رقم 3، ابدأ رتب محاور أو جوانب حياتك. تعالى نختار 4 محاور أو جوانب لحياتك. أول حاجة الجانب النفسي أو العاطفي. أنا ممكن أكون شخص عصبي جدا، مش عارف إن أنا أوصل للسلام الداخلي، عندي قلق وعندي خوف، عندي مشاعر سلبية مش بعرف أتحكم فيها. فهنا الجانب ده بالنسبة لي اديله رقم كام من 10، ومحتاج تحط هدف عايز أوصل فين للجانب ده. اسأل نفسك ايه الحاجة اللي تخليني اتخلى واتحرر من المشاعر السلبية، ايه الحاجة اللي توصلني للسلام الداخلي. هنا انا بحط هدف، بحط قرار، بحط نية، بحط كلمة واضحة في المحور الاول. المحور التاني علاقاتي. ايه الناس اللي هتكمل معايا في 2026 وهخليهم جوه دايرة علاقاتي، وايه الناس اللي بتأذيني وما تنفعش تدخل جوه دايرة علاقاتي ومحتاج اتخلى عنهم واسيبهم في 2025 واقفل بيهم السنة. رقم 3 المحور الجسدي. ابدأ شوف لو أنا عايش كده من غير أي نظام في حياتي وماشي كده وخلاص، ابدأ شوف ايه الحاجة اللي تبدأ تستعيد بيها صحتك الجسدية من أول وجديد، وابدأ حط روتين لحياتك. آخر جانب الجانب العملي، المهني، المالي. ابدأ شوف لو انت في مكان دلوقتي مش مكانك، مش بتاعك، ومحتاج تطور من نفسك، محتاج تتعلم مهارة جديدة، محتاج تدخل مجال تاني. ابدأ شوف أهم الخطوات اللي تطلعك للمكان التاني، ومن هنا انت بتبدأ تحط هدف محدد في حياتك في كل جانب أو كل محور في حياتك. ابدأ بقى ادخل على العادات بتاعتك اللي بتعملها كل يوم. يعني أنا لو عندي عادات سلبية أنا محتاج أتحرر منها، وطول الوقت بنقول لما تبدأ تتحرر من عادة أو تتخلص منها بدلها بعادة تانية. اوعى تسيب عقلك كده مكانه فاضي. أنا دلوقتي بقوم من النوم عندي مشكلة إن أنا بمسك الموبايل طول الوقت. أول ما بقوم ده بيضيع وقتي، ده بيسلب طاقتي، بيعمل حاجات كتير جدا في حياتي. ده بداية اليوم، أنا عايزة أخد باور، عايزة أخد طاقة أشحن بيها نفسي. فأنا هنا هبدأ إن أنا امشي نفسي بخطوات بسيطه جدا ان انا اتخلص من العاده دي. فاول ما هقوم من النوم همسك اي حاجه بدل الموبايل، هبدا اخد تمارين شهيق وزفير ان انا هبدا اليوم بتاعي، واحط نيه واكتبها في الدفتر بتاعي. احط شكر وامتنان، انا بغير ايه؟ بغير الروتين بتاعي بتاع اليوم، بغير العادات السلبيه اللي بقوم اعملها الصبح بعادات ايجابيه هتفرق معايا بعد كده. على فكره يا جماعه مش صح ان انا اعمل خطوات كبيره جدا واحط اهداف كبيره جدا ما ابداش باي حاجه. اهم حاجه في حياتك انك تلتزم ولو بخطوات بسيطه. هي دي البدايه الصح، هي دي بدايه حياتي الجديده اللي انا عايزه اكون عليها. مش شرط زي ما قلنا ان انا احط اهداف كبيره، احط اهداف صغيره، اهداف لمده 30 يوم تبدا بيها، اهداف عندك لمده 3 شهور هكمل فيها، اهداف السنه كلها ل 12 شهر اللي هو الهدف الكبير اللي انا دايما بسعى عليه. فكل حاجه انا بعملها كل يوم هي بتبدا توصلني للهدف الكبير اللي انا عايز اوصل له. ولو خلاص انا تعبت من الفوضى اللي في حياتي يبقى انا اخترت الاتزان. ابدا رتب دولابك الداخلي، رتب حياتك الداخليه. اوعى تنتظر اي حاجه تيجي تغيرك من بره. اوعى تقولي ان السنه اللي جايه هتغيرني، السنه اللي جايه هعمل فيها وهعمل. ابدا اعمل قرارات داخليه وحط نيه وحط كلمه، لان النيه قوه فعاله بتوصلك لاهدافك بكل سهوله ويسر. اتمنى يا رب على الناس كلها تكون سنه الخير والبركه والسعاده، وكل شيء بتتمنوا تحققوه تكون ان شاء الله باذن الله السنه دي جايه لتحقيق كل خير كل واحد بيتمناه. حط اهدافك واستعين بالله في حياتك اللي جايه. واتمنى يكون الفيديو فرق معاكم. لو فرق معاكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وشاركوا الفيديو ده لناس تانية تستفاد. شكرا ليكم. كان معاكم دينا خلاف، لايف كوتش واخصائي ارشاد نفسي وممارس للبرمجه اللغويه العصبيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.